ضيفنا السيد لطفي المرايحي دكتور والامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، باش نحكيو معه حول الوضع السياسي الران في تونس والوضع الامني وانعكاساته على الناحيه الاقتصاديه وخاصه على الناحيه السياحيه وبعد العمليه الارهابيه البارح في سوسه وكذلك في المنستير. دكتور مرحبا بك. اهلا بك مستمعيك. عايشك. قبل هذايا انت امين عام للاتحاد الشعبي الجمهوري، بعدت في الفتره الاخيره وجمدت نشاطك السياسي، شنو هي الاسباب؟ والله اسباب جمله بالاسباب. احنا من جانفي 2011 واحنا نشوفوا اللي ما ثماش عمل سياسي، يعني الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه يسوق للتوانسه على انه السياسه ما هو السياسه. هذا ناس تسب في ناس، تتعارك على كراسي، يعني ما ثماش طرح تاع حلول لمشاكل التوانسه اللي من اجلهم صارت ثوره، من اجلهم ثم شباب خرجوا واعطى حياته لتونس. قاعدين نشوفوا كان في ناس تكيل نفسها في بعضها في التهم، هذا يتهم في هذا، ضوضاء كبيره، حس برشا، لكن ما ثماش شو منفعه تونس. يعني الطبقه السياسيه كل هذه ولات على الشعب التونسي جزء، ولات مشكل في وقت ما تكون هي جزء من الحل. ما ثماش حلول مقدمه، ما تسمعش الناس تعطيك رؤاها وتصوراتها للحلول الحقيقيه لمشاكل التوانسه، وهذا يخليك معناها تجمد الحزب نتاعك. ثم الاعلام بطبيعه الحال، انا من نشوف في اعلام انه اختار وجوه معينه واختار احزاب معينه ونهار كامل خلقها من عدم. يعني ثم احزاب ما لا كان عندها لا شاركت في الانتخابات لا فاتت، لا كان عندها حضور في قبل في عهد الثوره ولا بعد الثوره، لا عندها برنامج كما مثلا نداء تونس. خلقها الاعلام من لا شيء وجعل منها حزب موجود، وكل يوم تصاور موجوده وكل يوم، ثم واختار وجوه معينه الاعلام أنا أنت في بعض التصريحات نتاعك دكتور حملت المسؤولية الإعلام أنه ينحاز إلى طبقة سياسية دون سواه. إيه لا، اليوم ثم هذا سامحني، معناها أنا في محطة إعلامية وقدام إعلامي، لكن من باب الجرأة والموضوعية والصراحة هو نقولوا أنه المشهد العام، ما نحكيش على إعلاميين معينين أو محطات معينة، وإنما المشهد العام أنه الإعلام ولا إعلام حزبي متحزب، يعني أنه إعلام ولا خاضع لقوة المال. وظيفة اليوم ثم تداخل ما بين السياسي والمالي والاعلامي. مش كل وسائل الاعلام. نعم، مش كل وسائل الاعلام. لا انا قلت لك راه مش كل وسائل الاعلام ومش كل الاعلاميين، وانما المشهد العام. ما تعرف اللي وقت اللي تجي تشوف انت تقول هذا اللون هذا ازرق، لكن الازرق فيه دي نيونس يمكن الداخل، اما اللون هذا هو الطاغي الوجه، الصوره العامه اللي خارجه. القنوات الاساسيه اليوم اللي موجوده تحب نذكرها بالاسم نذكرها، تحب نذكر شخصيات بالاسم. معناها انت ما لقيتش فرصتك معناها في لا وقع باش نوليش انا نستجدي في بربي عايش كيف فلان راه باش نحب نتعداو. لا مش هذا. ياك اليوم موجود معنا لا مرحبا بك. الفايده مش في وجودي، الفايده في انه وجودي يقدم حاجه للناس. هذاك هو الغايه. قراءتك للوضع السياسي في ظل الحوار الوطني هذا. ثم ملاحظه بسيطه بنحب نقولها لك، كنت نرجع عليها بعد. راهو الاقتصاد يخرج منه كل شيء، هو اساس اللي تسميه انت سياسي وتسميه امني وغيره، هو الركيزه اللي يقوم عليها هذا الكل. المنطلق نتاع الموضوع انت تقول لي اليوم شنو اللي صاير؟ اليوم اللي صاير هو تصفيه اللي يتسمى ثم حوار وطني، في الحقيقه هو تصفيه حساب نتاع القصبه 2. القصبه 2 قاعد يتصفى حسابها تو. القصبه 2 تتفكر اللي هي خروج الاسلاميين مع اتحاد الشغل واليسار لمطالبه باسقاط حكومه الغنوشي ومطالبه بمجلس وطني تاسيسي. اليوم الناس اللي رافضين المجلس الوطني التاسيسي ورافضين السلطه نتاعو هما اليسار هذاك وهذاك اتحاد الشغل، واليوم هما مطالبين انه ينتزعوا الشرعيه الانتخابيه اللي عند النهضه. لا لشيء، لانهم هما يعتبروا انهم هما كانوا سبب من الاسباب اللي خلت النهضه ترجع سريعا للساحه السياسيه، وبفضلهم هما رجعت، وبفضلهم على الاقل لك الحركه نتاع القصبه 2 تمكنت النهضه باسترجاع انفاسها بعد التنكيل اللي صار في عهد بن علي. فيقولوا الغنيمه هذه او السلطه هذه كان مفروض انه نتقسموها. طلبوا من النهضه عديد المرات انه اجا نعملوا شرعيه التوافق، معناها منطق خارق العاده في الديمقراطيه، حاجه جديده. معناها احنا نعرفوا الديمقراطيه من العاده هي انتخابات، يعني سلطه من الشعب للناس معينين. لا، سلطه من الشعب، وكاله من الشعب الى ممثليه. قال لا خلي هذيك الكلام عليك وجا نعملوا توافق، معناها نخليه واش قال الشعب مش مهم وجا نتفاهموا. ما حبتش النهضه جابوها بالسيف توا، ووقت اللي توا جابوها بالسيف قال شنو؟ قال حوار وطني باش يحبوا يعينوا ناس
على مزاجهم. يعني تصور انت اتحاد الشغل شنو عمل؟ اختار احزاب معينه ساعه باش تدخل في الحوار، مش الاحزاب الكل، على مزاجه على كيفه، ثم بعد على كيفه باش يختاروا ناس شخصيات على كيفهم زاده. يعني إرادة الشعب وين تمشي على روحها إرادة الشعب. المهم هو الشعب هذا بتشوف قداش الناس هذه كلها ديمقراطية، وهل تتصور أنه حوار كان المفروض الحوار يصير على المأساة اللي عايشتها تونس وعايشها الشعب التونسي، عايشها الاقتصاد متاعنا وعايشها الأفق متاعنا اللي هو أظلم، اللي جاينا أظلم. لا احنا هذيك مواضيع ثانوية نتفاهموا الساعة على الكراسي قبل كل شيء.